مرحبا صبايا، كيفكن؟ شو أخباركن؟ إن شاء الله تكونوا بخير وأنتوا عم تتفرجوا على هالفيديو. وطبختنا اليوم طبخة كردية طيبة كتير كتير الكتلك. وهلا بدنا نروح على المقادير صبايا. عندي هذا البرغل الناعم كتير، بدي كاستين من البرغل الناعم اللي بينحط بين التبولة، وهذا كمان جريش صبايا. الجريش نفس البرغل بس بيجي لونه أفتح وفيه حبات بيضة. وين ما رحتي محلات التركية والسورية بتلاقي منه مكتوب على الكيس جريش. أخذت كاستين جريش وكاستين برغل ناعم صبايا. وهلا بدي أحط لها ملعقة أكل كبيرة ملح، وبدي كمان 3 كاسات وربع مي فاترة. لازم تكون فاترة، ما تكون سخنة، لأنه المي السخنة بيخلي العجين البرغل يتفتح كتير ويتفتق بالتشكيل. وهي 4 كاسة كمان، حطينا 3 كاسات وربع مي فاترة بين البرغل. وهلا بدنا نحطه بشي شغلة، بكيس ولا بأي شغلة تغطوها عادي. أنا حطيت المواد بالكيس وحطيته بقماشة، وبدي اتركه 1.5 ساعة. وهلا بدنا نبلش بفرم البصل صبايا. أنا فرمته بمحضرة الطعام الاختصار للوقت، وطبعا ما خليته يكون ناعم كتير، لأنه بس خبطتين بيصير يعني وسط، لا ناعم كتير ولا خشن، وهيك ما بينزل منه مي حتى. والبصل كان الكمية اللي عندي كان 1 كيلو وشوي. وهلا دور اللحمة. أنا هون بدي أهوس اللحمات لبين ما ينشفوا منه الميات اللي بينزلوا منهم. بتعرفوا صبايا، لأنه اللحمة بس انفاتت بالفريزة وطالعتيها إجباري بينزل منه مي. وهذا المي إذا حطيتي اللحمة والبصل مع بعض، بعدين يصير مية اللحمة والبصل طعمه فيه مرارة. بقى هيك أنا أول شي بهوس اللحمات، بخليهم هيك ينشفوا من هالميات اللي جواتهم، وبعدين بحط لها البصل. وهلا هون كان عندي شوية دهنة كمان صبايا، وهي شغلة اختيارية طبعا. حطيت تقريبا شي 2 ملعقة دهنة كمان وشوية زيت. وهلا بدي احط كمان ملعقة سمنة. وطبعا بعد ما نشف الميات من اللحمة حطيت الدهنة والسمنة والزيت صبايا. ريحته بتشهي، ريحة الدهنة والسمنة. وهلا هون بعد ما عرفت انه خلاص صارت جاهزة، بدي احطها بايركس واجيب البصل بنفس المقلاية. بدي احركه هيك لانه ما فيه مي، ما خليته ينزل منه مي لانه ما فرمته ناعم كتير. حطيت له شوية زيت صبايا، وبدي احط له اللحمة كمان واحركون. وبعدين بدي اخليهم على جنب. بدنا نحطه بنفس البايركس، وبدنا نحط لها المواد التانية، البقدونس والتوابل صبايا. هون حطيت لها البقدونس، وعندي هي التوابل كمان. أنا حاطة بهي أول ملعقة ماجي ونعنع وملح، وهي فلفل أبيض، وهي فلفل أحمر ناعم، وهي كمان كزبرة. وهلا بدنا نحركون هيك. طبعا أول ملعقة صبايا حطيت من نفس الملعقة ماجي بودرة وملح ونعنع يابس، طعمته طيب كتير بين الحشوة. وهي كمان ملعقة كبيرة دبس فليفلة. وهي كمان صبايا شوية توم بودرة، تعطيها نكهة طيبة كتير كتير، يعني تقريبا ملعقة الصغيرة، أصغر ملعقة عندكم. وهلأ جينا على العجينة صبايا. البرغل بعد ما تركته 1.5 ساعة، أنا استخدمت هي محضرة الطعام مرة تانية لأنه كان إيدي بتوجعني وما فيني أعجنها كلها على إيدي.
بس إجباري قد ما عجنتيها على الماكينة ولا على محضرة الطعام بدك تعجنيها شوي صبايا. شوفوا أنا عجنتها تقريبا شي ربع ساعة، وهلا بدي أعمل هيك تجربة إذا العجينة صارت جاهزة ولا لا. بسم الله ما شاء الله. شوفوا صبايا العجينة بتشهي، ظريفة كتير كتير. شوفوا على الكبكبة، هلا هون بلشنا بالكبكبة صبايا، والحشوة عندي جاهزة وباردة. الحشوة لازم تكون باردة، إذا سخنة القرص رح يتفتح معكم بالسلق، لأنه الكتلك إجباري بده سلق ما بده قلي. وطبعا هي القلي كمان شغلة اختيارية، بعد ما تسلقيهم في ناس بيقلوها وناس ما يقلوها. هلا نحن بنحبها هي مسلوقة، ما بنقليها. وطبعا القرص قد ما كان معبى حشوة بطيب كتير. شوفوا صبايا نحن أهل قامشلي بنعملها هيك مثل التينة، بنلملمها على بعض نفس التينة بنساويها. وهذا القرص الثاني اللي هلا بدي اشتغله، في ناس من أهالي حسكة ومناطق تانية بيعملوا نفس هذا الشكل، وأنا إيدي أخذت على هذا الشكل. أنا بعمله أكتر شي لأنه سهل وبتخلصيه بسرعة. وطبعا القرص قد ما كان رقيق بيطلع طيب. وهلا بدنا نشكل الشكل الثاني صبايا، رح تشوفوه. بنحط القرص بين ايدينا وبنكبس عليه. شوفوا صبايا القرص بين ايدينا التنتين، بالاصبعتين بنكبس عليها. شوفوا على الشكل حلو كتير كتير. وبتمنى منكم صبايا اللي لسه ما اشترك عنا يعمل لنا اشتراك فولو، ويحط لنا هيك لايكات وكومنتات حلوة مثل مرورون الحلو. وهذا آخر قرص عندي عن مشكله صبايا. وشوفوا الصينية الفرن عندي تعبت ما شاء الله البركة. طلع عندي 45 قرص ب4 كاسات سميد صبايا، عفوا برغل ناعم والجريش. والحشوة زادت عندي، مو مشكلة، أنا بساوي فيها بعد كم يوم بدي راساوي فيها شيش برك. ما شاء الله تبارك. هلا بدنا نروح على السلق صبايا. عندي مي وملعقة كبيرة ملح وملعقة صغيرة ملح ليمون. بس غليت عندك المي بتسقطي الكبايات، بس لا تكتري مشان ما يلزقوا ببعض. وبدنا نغطي عليها دقيقتين 3، بدي أعمل لهم تحريكة ولا تنتين مشان يقدروا يطوفوا على الوش. وطبعا لازم المي تغلي كتير لبين ما تسقطوا الكبايات، ما بيصير المي ما تغلي لأنه رح يطولوا وكله رح يخرب بين المي. شوفوا صبايا هي أول وحدة طافت. هلا كلهم رح يطلعوا على الثانية وكلهم رح يطوفوا على الوش. شوفوا. وبس طافت الكبة على الوش صبايا بتعيروا دقيقة دقيقتين، يعني حتى إذا خليتيهم 4-5 دقايق كمان عادي. وبعدين بتطالعيهم بين المي، يعني مو دغري بس طافت بتطالعيهم، ما بيصير. وطبعا كل كمية طالعناهن منخليون بالمصفاية تقريبا شي 5 دقايق هيك لبين ما ينزل منه المي، ومنحطهم بايركس لحال مشان ما يلزقوا بالتانيين. ما بيصير نحط كل الكمية فوق بعضها مشان ما يلزقوا مع بعض. وهلا هي آخر كمية عندي صبايا. وطبعا كل دورة بدورة كنت بطالعها وبحطها بشي شغلة. هي آخر دفعة صبايا، وهي خلصنا من السلق الكتلكات. ما شاء الله تبارك. شوفوا على المنظر وعلى الشكل وعلى التقديم، كان طيب كتير كتير. وبتمنى تجربوا هالطريقة وتدعوا لنا وتعملوا لنا اشتراك وكومنتات حلوة مثل مروركم، والله يسعدكم يا رب. شوفوا ما شاء الله تبارك.
ولا تنسونا من الاشتراك صبايا. وهي صورة السميد الناعم والجريش صبايا. الله يسعدكم.